صلاة القائمة محمد أشرف الفضيل وبعث مقام محمد الذوات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الفضلاء، يمر رمضان تلو رمضان، وكثير منا تغيره آن، وليس تغيرا دائما، إنما هو تغير وقتي آني. أما الثبات والهداية فهذا قل أن يكرم الله جل وعلا بها بعض عباده. فما هو السبب يا عباد الله؟ لماذا هذا التأثر الوقتي ثم العودة إلى الطين وغضب الرحمن وطاعة الشيطان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الأكارم، يقول العلماء مستنتجين من كلام الله ومن كلام نبينا عليه صلوات الله وسلامه: التخلية قبل التحلية. قبل أن تضع شيئا طيبا نافعا في وعاء لا بد من إخراج ما فيه من وسخ، ولا بد من إخراج ما فيه من قذر، وإلا فإن لذة الطاعة وتلاوة القرآن والقيام والصيام هذه تتحلى بها القلوب الصافية النقية التي خلت من الدرن، خلت مما يغضب الله جل وعلا، فتأتي الطاعة فتملأ القلب يا عباد الله. أما القلب المشغول بالعصيان فإن مرت به الطاعة في وقت محدد فسرعان ما تذهب. فالقلب لا بد من تفريغه، لا بد من تفريغ القلب من غضب الله جل وعلا، تفريغ القلب من كل ما يغضبه سبحانه، تفريغ القلب يا عباد الله من اللهو بالدنيا وعبادة الشيطان. وكيف لا تفرغ قلبك الآن قبل أن يفرغ بالنار وغضب الرحمن جل وعلا؟ فيا عبد الله، احرص على أن تنقي قلبك، احرص أن تستقبل رمضان بتوبة صادقة. وكيف لا تتعجل التوبة؟ هل تضمن العمر يا عباد الله؟ وإن ضمنت عمرك فاعلم أن الله جل وعلا حذرك، فقال جل وعلا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالآن قد يضاوعك القلب وتقبل على الطاعة، لكن بعد قليل، بعد أن يمتلئ القلب بالران ويطغى عليه العصيان، فكيف يستجيب يا عباد الله؟ وقد تملكته الشهوة وتملكه الهوى، فكيف ينجو يا عباد الله؟ فلا بد من المبادرة من التخلص من كل ما يغضب الله جل وعلا. وكيف لا تتخلص من ذلك يا عبد الله؟ أنت تستطيع أن تتحمل غضب الله وسخطه؟ أين أنت من النار؟ أين أنت من غضب الجبار؟ اتق الله جل وعلا، واعلم أن الموت يأتي فجأة، وأن الأمر بيد الله. وكم من أناس كانوا معنا في العام الماضي رحلوا عن دنيانا، ولا يستطيع الواحد منهم أن يكتسب حسنة
فماذا أنت فاعل يا عبد الله؟ واعلم أن التوبة فريضة على كل مؤمن، التوبة واجبة، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنا لا أتوب فأنا لم أعصي. لا، والله ما يخلو أحد من المعصية، والله ما يخلو أحد من معصية. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيما صح من خبره، قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وربنا نادى أهل الإيمان فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فيا عبد الله كيف لا تتوب وقد تاب نبيك الأعظم خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، بل كان يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة أو 100 مرة، صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. كيف لا تتوب يا عبد الله؟ والله جل وعلا أمرك بالتوبة. ويا عبد الله اعلم أن للتوبة فضائل كثيرة فاحرص عليها. أولا هي عبادة لله، وأنت يا عبد الله مأمور بعبادة الله إلى أن تلقاه، فالتائب عابد الله جل وعلا. واعلم يا عبد الله أن التائبون يحبهم الله، فقال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واعلم يا عبد الله يا من تريد الأرزاق ويا من تريد القوة والزيادة في القوة، ربنا جل وعلا يقول سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فكيف لا نتوب ونحن في حاجة إلى الأرزاق وفي حاجة إلى الصحة والعافية؟ فمن أراد الصحة، من أراد السعة في الرزق، فعليه بالتوبة، التوبة الصادقة. يا عباد الله، التوبة من أعظم أسباب دخول الجنة ومن أعظم أسباب مغفرة الذنوب، كما قال جل وعلا في تنزيله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الفضلاء، الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد، كما صح الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم. وصفة الفرح صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا، صفة فعلية. الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده التائب إليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يفرح الله بتوبتهم. اللهم اجعلنا ممن تفرح بتوبتنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الفضلاء، التوبة وما أدراك ما التوبة. للتوبة أسباب تعين عليها أيها المسلمون، فما هي أعظم أسباب الإعانة على التوبة يا عبد الله؟ أن تتذكر أن الدنيا إلى زوال، وأن الموت يأتي بغتة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. إذا علمت هذا فكيف تؤخر التوبة؟ هل عندك تصريح متى يأتيك ملك الموت؟ أتعلم متى يأتي الأجل؟ أتعلم متى يأتي الأجل؟ فلماذا تسوف ولماذا تؤخر؟ فبادر أيها الحبيب، بادر بالتوبة قبل فوات الأوان. كذلك من أعظم الأسباب المعينة على التوبة أيها الفضلاء أن تتذكر عقوبة الله جل وعلا وما أعد الله من عذاب أليم.
وما أعد الله من عذاب أليم. وتذكر أيها الإنسان أنك مغادر للدنيا شئت أم أبيت، أنت راحل وستحاسب عن كل شيء، وستترك كل اللذات، وتترك الأولاد والزوجات، وتترك كل شيء. فأنت ستحاسب على مال أخذته حراما، أو نظرت إليها بعين تغضب الله جل وعلا، أو كلمة تفوهت بها في حق زيد أو حق عمرو. أنت ستحاسب. وربنا جل وعلا يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي عليه السلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. أيها الحبيب، أيها الأخ الغالي، ماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل لو أقبلت على الله جل وعلا في أول ليلة في القبر، وقد تركك الأحباب والأصحاب، وتركتك الرتب والجنسيات والوظائف المرموقة؟ فماذا أنت تقول؟ ربنا جل وعلا يقول: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ماذا تقول يوم تشهد، كما قال جل وعلا: يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أيها الأحبة الفضلاء، انظر إلى هدي سلفك الصالح كيف كانوا. في البخاري أنس بن مالك يقول للتابعين تلاميذ الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. أنت تنظرها، يقول شعره أقل من شعره. يقول أنس وهو صاحب النبي عليه السلام وخادمه: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. كنا نعدها أي من المهلكات. وفي الصحيح أيضا في البخاري كذلك عن ابن مسعود يقول: في الرجل المؤمن يرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع على رأسه، يخاف أن يقع على رأسه، هكذا المؤمن. أما الفاجر والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقف على أنفه. هكذا حال المنافق، هكذا حال المنافق. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم، وانظر إلى كلام نبيك عليه السلام المحب لك الرؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم أي احذروا محقرات الذنوب التي تظنها يسيرة، ولا كذبة بيضاء، ما في كذب أبيض، الكذب كله أسود، المعاصي كلها ران، كلها قطران. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش في طريق الشوك يحذر ما يرى، واصنع كماش في طريق الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة وكبيرة، إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى يا عباد الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر الذنوب فقال: مثل هذه الذنوب، أو كما قال عليه السلام: كمثل قوم جمعوا طعاما وأرادوا أن ينضجوه، فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى اشتعلت نار كثيرة أو نار عظيمة، أو كما جاء عن النبي عليه السلام. هذه الذنوب يا عباد الله، هذه الذنوب، ولا مجال لنا لنعود إلى الدنيا لنتوب، لا مجال لنا. فالحياة مرة، الحياة مرة، والإنسان لا يدري
هل سيدرك رمضان مرة ثانية أو لا؟ أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم توبة صادقة صحيحة. اللهم ارزقنا توبة خالصة صادقة. 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 اللهم طهر قلوبنا واصرف عنا وساوس الشيطان. اللهم طهر قلوبنا واصرف عنا وساوس الشيطان. اللهم اصرف عنا وساوس الشيطان. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أعنا على أنفسنا. اللهم أعنا على أنفسنا. اللهم أعنا على أنفسنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اصلح فساد قلوبنا واخلص نياتنا. اللهم اصلح ذرياتنا أجمعين. اللهم اصلح ذرياتنا أجمعين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم أمواتنا أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا أجمعين، واجمعنا وإياهم مع نبيك الكريم في الفردوس الأعلى برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية واستقامة. اللهم اشف أمراضنا ظاهرة وباطنة. اللهم اشف أمراضنا ظاهرة وباطنة. اللهم اشف أمراضنا ظاهرة وباطنة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا